الحقيقة أنتم مختارين موضوع قمة في الروعة. الموضوع اللي أنتم مختارينه أثبت بما تعلمت. حقيقة في هذه الأيام تيارات كثيرة على كنيستنا، بالذات الكنيسة القبطية، لأن يمكن هي أكثر كنيسة لسه محافظة على كل التقاليد تقريبا الكنيسة الأولى. عشان كده بتلاقي إن دائما كنيستنا موضع بتاعت هجوم من كنائس كتير، وكمان للأسف ابتدى أولادنا ياخدوا النهج بتاع بعض الكنائس الأخرى ويبتدوا يتنازلوا عن مقدسات كنيستنا. ويمكن دي الخطورة أحبائي هنا. في بعض الأشياء كده يخليك إنك الشباب بتاعنا دايرين يتنازلوا عن تقاليدنا. يمكن واحدة من الحاجات اللي ظاهرة العلم اللي كل مرة بتتطور، فبتلاقي إن في بعض الناس بياخدوا بعض الحاجات اللي عندنا بالعلم. يقول لك العلم بيقول كده. يعني مثلا زي مثلا نقول النهارده ان فلك نوح حقيقه وليس اسطوره. في بعض الكتب اللي كتبوا زمان بيقول ان فلك نوح او في بعض القصص في الكتاب المقدس قصص اسطوريه وليس حقيقيه. ده بسبب العلم. او واحد يقول لك ده انا وصلت مثلا لمثلا الراجل اللي بيقول ان الانسان يوما ما كانش مثلا انسان، او كان حيوان وبعد كده بقى انسان. موضوع. فبنلاقي ان العالم بقى يسيطر على ده. او ممكن برضه بعض الكنائس ايضا يجي يقول لك بعض الاشياء كنيسه يجي يقول لك يا اخي بالعقل كده وبالعلم كده. ابونا اللي انت بتعترف عنده ده مش بيغلط؟ انت بتعترف عنده ازاي؟ فبسبب العلم واحد يقول لك انا خلاص تعلمت وكده، يبتدي يجي يناقش بعض الاشياء المسلمات اللي احنا تسلمناه من الاباء بتاعنا. او حاجه تاني بسبب الفلسفه. واحد كده شايف نفسه فيلسوف وابتدى يقول لك ايه؟ ابتدى يقول لك في بعض الاشياء في الكنيسه ما ينفع. يعني ازاي انت بتاكل جسد ودم؟ يعني اللي بتاكله ده لحم. اذا انت اللي بتاكله ده لحم، ده معناها انت كده بقيت اكله اللحوم، معناها انت بقيت مش انسان. فلسفه. وللاسف في كنائس اخرى بتعمل ده. بتقول هو والفلسفه ده موجوده في الكنائس الاخرى اللي بيحاكموا بيه كنيستنا. يقول لك مفيش ده. فده ناحيه من الفلسفه. او في بعض الناس كمان بسبب الضيق والالم الموجود مرات تلقى الواحد ينسحب من الكنيسه بتاعنا ويقول لك اصل الكنيسه من ناحيه الرعايه مش شغاله بيها. ناحيه الرعايه يعني ايه؟ يعني عايزين ابونا ده يكون فاضي ويجينا البيت وما اعرفش ايه، يجينا كل يوم ونسمعه وتليفونه يكون شغال ويجي في اي وقت الى اخره. بس عشان يحط ان في ابونا مسؤول عن كم الف واحد، والكنائس العمال يقول لك وتجيك كل يوم وترعيك عنده كام عضو في الكنيسه. ده كله انتوا ما بتاخدوش في الاعتبار، وابتدى هو يهتم بيك كشخص يقول لك ده اهتمام شخصي. هو ممكن الكنيسه بتاعته كله ما يكونش فيها 400 فرد. ففاضي بقى. صح ولا غلط؟ او في بعض كمان فلسفات انا يقول لك انت ليه تصلي بالاشبيه؟ الاشبيه ده من صنع على الانسان. انت تصلي ربنا كده، يعني ليه تقيد نفسك بسبب المرار؟ في بعض الناس مش عايزين حتى التقييد ان يقيد بشيء معين من قبل الكنيسه. ويجي يقول لك لا انا اصلي زي ما انا قايد، زي ما انا عايز. دي كارثه كبرى يا احبائي. لكن في الحقيقه لما ترجع الكتاب المقدس كده هتلاقي في حاجات حلوه قوي جميله قوي. يلا مع بعض نشوف.
بولس الرسول بيحذر تلميذه تيموثاوس كويس. تيموثاوس 4، رسالة الأولى لتيموثاوس الأصحاح 4، ويقول كده: ولكن الروح يقول صريحة أنه في الأزمنة الأخيرة يرتد قوما عن الإيمان تابعين أرواح مضلة وتعاليم الشياطين في رياء أقوال كاذبة كويس موسومة ضمائرهم مانعين عن الزواج وآمنين ابتلى. المهم الحاجة اللي أنا أخذت من هنا إن خلي بالك، لأن بولس الرسول يقول إن في آخر الأيام الناس مش هتكون كويسين، الناس هتكون في معلمين مضلين ومش تابعين الكتاب، مش تابعين لينا، هيحاولوا يقولوا كل ده. عشان كده خلي بالك، أثبت فيما تعلم. واحد، إزاي أثبت فيما تعلم؟ تخيل معايا الكنيسة بتاعنا ده هو الأم بتاعنا، مش كده؟ كنيسة أمنا، مش كده؟ النهارده العيل الصغير بيكون لما يرضع اللبن من أمه واثق من اللبن بتاع الأم وبيشبعه. حتى مرات يقول لك الابن اللي ما رضاش لبن أمه دايما بتكون فيها مشاكل صحية، مش كده؟ فالكنيسة أمنا. فلما أنت تكون عايز تعرف أي تعليم، عاوز تعرف حاجة صح، لازم تتعلم من أمك. عشان كده في سفر الأمثال يقول لك: ضع قلادة على إيه؟ على عنقك. ده إيه ده؟ تعليم ووصية أمك. في الكنيسة بتاعنا بيتعدينا بعض التعليم اللي احنا نستقي بيها. لما الكنيسة يقول لك مثلا لابد أن نصلي بالأجبية، واحد يقول لك ليه تصلي بالليل؟ تقيد نفسك، صلي عادي. في حين لو جينا انك تتكلم مع ربنا عادي ممكن تاخد من كم دقيقة؟ كم دقيقة؟ 3 4 5 10. لما تمسك صلاة الأجبية لو بتاخد 5 بس، 5 مزامير وتكمل، هتلاقي نفسك قاعد مع ربنا من 20 دقيقة لكام؟ ل 30 دقيقة. وكل ما تقعد مع ربنا كل ما يكون عندك ثبات كويس في ربنا وتفهم ربنا أكثر. فالإجبية بتساعدنا إن احنا ناخد أكثر وقت مع ربنا. إيه اللي غلط في كده؟ إيه اللي غلط إن احنا يعني نصلي بالأجبية مثلا؟ وبالعكس الأجبية ده بيعلمني إن أنا أحفظ مزامير. تخيل شوفوا صلاة الأجبية ده لو أنا مسكته، لما بتبتدي بالصلاة الربانية، تاني صلاة على طول صلاة إيه؟ شكر. تخيل كده تقول لك: أشكرك على كل حال من أجل كل حال. وكمان الكنيسة بتقول لك في وسط الضيق، وسط الألم، في وسط المشاكل، وسط الفرح، في أي وقت من الأوقات، أول حاجة تعمل إيه؟ تشكر. شوف الكنيسة. بعد كده يجي يقول لك بعد ما تشكر بعد كده تذكر خطيئتك، اللي هو مزمور ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، صلاة كلها. فتلاقي ان كل حاجه عندنا في الكنيسه مسلمه. التسليم ده ايه اللي غلط فيه؟ ايه اللي يخليك انك تجري عشان تسمع حاجات الناس التانيين؟ فبالعكس كمان يعني ده مزمور موجود في الكتاب المقدس، مش بنصلي حاجه من عندنا، حتى مزمور بدون كان كتاب مقدس. شوفوا المزمور ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ده يعلمك عقيده ثانيه. والناس كتير بترفض العقيده، العقيده ان احنا ورثنا الخطيه الجديه. مزمور بيقول لانها انا بايه؟ بالاسم حبلت بي وبالخطيه ولدتني امي. ده عقيده ثانيه. كان ناس كتير بترفض ده، ان ازاي احنا نورث خطيه ادم. وهو طيب المزمور بيقول يعني شوفوا حتى الكنيسه داخل التنظيم اللي هو بيحطه كنظام بتلاقوا داخل حاجه حاطط النظام حاطط عقيده احنا ممكن نرد على كل واحد فيه. عشان كده بص احنا ناحيه من الفلسفه وباسم ان ده علم او باسم ان انتم ماشيين ومش فاهمين، لا،
احنا اكتر ناس ايه؟ فاهمين. احنا اكتر ناس عارفين. لان حتى في داخل صلاتنا اللي معمول، اللي المفروض علينا ان احنا نصليها كويس، فيها عقيده راجعه للكتاب المقدس. ومش كده بس، ده انت بعد كده بتقول مزامير، وبعد كده تقول ايه؟ وبعد كده تقول بعد المزامير تقول انجيل. يعني انت بتاخد باراجراف كامل من كتاب مقدس. وما شاء الله في بعض الناس حافظين ايه؟ الاناجيل عن ظهر القلب، في ناس حافظين المزامير عن ظهر القلب. والمزامير ده حتى الكتاب المقدس يقول مرتلين كل حين بالمزامير والتسابيح ايه؟ روحيه. يعني انا لما اتكلم بالمزمور وارتل بالمزمور، ومزمور ده موجود ورتل بيه قبل كده واحد قبلي، ووصل لربنا، ووصل القديسين ان يكونوا قديسين، ووصل الشهداء ان يكونوا شهداء، اجي في وقت من الاوقات تيجي تقول لي ما تصليش بالاغنياء واجري وراه. طب ازاي؟ وازاي ان انا هطلع قوي؟ تخيلوا شخص ما بيصليش بالمزامير، ما بيصليش بالاغنياء، يطلع قوي ازاي؟ هيقوى ازاي؟ حد ما رضاش لما امه هيفضل صحيا كويس ازاي؟ مش هيقدر. عشان كده خلي بالكم، لازم تعرف ان الكنيسه بتاعك، كنيستنا القبطيه ده امنا، ام بتاعنا. والام دايما بتدينا عجينه حلوه قوي عشان نحافظ عليها. يمكن في بعض الناس بسبب الكسل مش عايزين يصلوا اشبيه، شايفين ان الجماعه حلوين، ايه شغل عباره عن تسبيح، يرنموا شويه خلص شكرا. لا، تيجي عندنا في الكنيسه يقول لك دي قداس، كل قداس بياخد ساعتين 3 ساعات، يا كتير قوي طويل. طب هتعمل ايه من الايه كده الكتاب المقدس وتدخله من الباب ايه؟ الضيق. ما هو احنا عايز بندور على الباب الضيق ده، بندور على التعب. هنا عايزين التعب، ربنا قال لازم تتعبوا، فبندور على الباب الضيق. لما تصلي مثلا نص ساعه باكر، وتصلي نص ساعه وتصلي نص ساعه نوم، وممكن في النص كده تصلي صلاه الثانيه على حسب اعترافك مثلا، هنتكلم عنه بعد شويه. كويس؟ هتلاقي نفسك انت في اليوم صليت او قعدت مع ربنا ما يقارب ساعتين، ساعتين ونص، ساعتين وربع، وساعتين ونص. والعشر الزمن، العشر بتاعة الزمن اللي عايز ربنا من اليوم كام؟ ساعتين وربع دقايق. يبقى عمنا اللي بيصلي بدون اشبيه ده هيدي كام لربنا؟ حتى العشر اللي هو بيسموه حق الله مش هديه. حق الله مش هديه. هديه ازاي؟ عشان كده بصوا، احنا عايزين، احنا ربنا ما قالناش ان الطريق بتاعنا طريق سهل، لا. او واحد يجي يقول لك انت خلاص ضمنت السماء. ضمنت السماء؟ ازاي ضمنت السماء؟ ده انا في صلاه النوم في القطع انا بقول ايه؟ هوذا انا عتيد العقب امام الديان العادل ايه؟ مرعوبا ومرتعدا من كثره الذنوب. ازاي؟ اذا كانت في اللحظه دي انا هكون مرعوب، ازاي ضمنت السماء؟ تتكلم ازاي؟ جبتها من فين ده؟ صحيح احنا بالمسيح جميعنا مخلصون صحيح، لكن في جهاد، في تعب. كنيستنا بتعلمنا ده. لما انت كده واقف ابنك كده قدامك هو صغير وانت بتصلي صلاه ويشوفك صلاه طويله ويتعلم منك الصلاه طويله بالاجبيه ده، بكره يطلع ايه؟ يصلي. وحدث ولا حرج. اليومين الثاني يقول لك صلي وانت قاعد، انت قاعد؟ فين التعب؟ يعني شاب ما شاء الله، شاب. ده الشباب اليومين دول فيها مشكله كبيره. تلقاك القداس عامل ايه؟ فين التعب؟ ده امنا بتعلمنا دخول من الباب الضيق واقرب الطريق هو الذي يؤدي الى ايه؟ الى الحياه.
والكتاب المقدس يقول وقليلون هم الذين يجدون. وتقول لي كنيسة أي كلام؟ ازاي؟ أثبت أنا تعلمت. حاجة تانية في كنيستي أنا بحتفل بالقديسين، واحد يقول لك ده قديس مات خلاص. تحتفل بيه ازاي؟ انتوا بتعملوا حاجات غريبة في كنايسكم. حاجات غريبة. وما تقول بولس الرسول وقال انظروا إلى نهاية سيرتهم فتمسكوا بإيمانهم. كده كنتوا عارفين ده؟ مش ده المؤمنين وآمنوا على رجاء وماتوا من أجل هذه الإيمان الأنا فيه أن بدم شهداء كتير وصل لنا الإيمان نقوم نصير كده نشتغل في المحملات. ده منطق. حد يكون أنا بقتاد بيه. عشان كده دايما أنا بقول الحاجة الثانية إن كنيستنا أي كنيسة ما عندوش كبير يعمل إيه؟ اشتروا له كبير. احنا بنقول بالمثل العام اللي ما عندوش كبير يعمل إيه؟ ده عندنا كبار جدا، كبار القديسين بتوعنا. عشان كده بتلاقي كل يوم الكنيسه تقول لك باسم الاب اليوم 17 من شهر مبارك نياحه القديس فلان الفلان وعمل وسوى. ده كبيرنا ده. شغال حلو ده. يقول لك ده كان ماشي في سكه الرهبانه وكان بيصلي ليل ونهار وما اعرفش ايه وحصل له بتاع. لا. وده عمل كده ليه؟ أو ده كده في هذا اليوم استشهد كده مثلا 8 قديس 4 سنة يسوع الرسول ووقف قدام ما عرفش مع فلان وحارب الإيمان. الله، ما ده كبير. ده كبيرنا ده المجاعين. الكذاب تقول لي أسيب ده كله كده وأنا أمسك في كلامك التعبان. ولو جيت سألتك أصلا أنت كبيرك مين؟ أنت كبيرك مين؟ أنت ما تعرفش أنت كبير. لما تيجي تاخد السنكسار بتاعنا ده بتلاقي السنكسار بتاعنا ده اول واحد يتكلم هو على مرقس. مرقس من ال70 رسول وضحيته للمسيح. تخيلوا من زمن مع مرقس لحد الان الموضوع ما انقطعش، موجود وموصوله تمام. ده ممكن انا اعديك من عندي بالسنكسار لحد ما ترجع لايه؟ للتاريخ. ترجع ورا لحد المسيح. يقول لي ما عملش تكريم القديسين. والكتاب المقدس يقول الذين يكرمونني. احنا ما بنعبدش لكن احنا بنكرم القديسين وكاننا بنكرم ربنا. وبالمناسبه بطلوا الناس، بعض الناس يصوروا لكم ان لما انت تكلم القديس ربنا يكون زعلان ومنفوخ قوي وكان يشيلك من الدنيا. مفيش ده، مش هو ده ربنا بتاعنا. ربنا ازاي يزعل؟ يعني تفتكر ربنا غيور يعني؟ يقول لك الكتاب قال ان احنا اله غيور. مش الغيره اللي في دماغك ان بيكلم القديسين بتاعه وهو زعلان، لا. الغيره زمان الناس اللي كانوا بيسيبوه وبيمشي بيعبد الصلاه وده اولاده. ده الغيره ده. ازاي؟ عشان كده حتى بطرس يقول لنا برضه ان هيكون في انبياء كذبه ومعلمين كثيرين مش حقيقيين مش حلوين. عشان كده احبائي بلاش نسمع كلام اثبت على ما